خايف على راسي مستقبل الناجح كده. في شواشي سنة 40 سنة. بنت روعة. استغفر الله العظيم. ليه كسرة النفس ليه؟ معيش بنات أنا معيش بنات. أنا عايز واد حبيبي. حرام عليك انك تعمل زي كده. عليا عشان عايز واد. خلاص تعال. كل مرة بتحتاجي تجيبي بنت. طب مرة واد مش عارفة ليه يا عيني النسوان. ربنا يكرمك مرات. عارفه لو ما وافقتش هتجوز عليك. هتبني الدنيا. هجيب واحده هنا وانيمها في سرير. عايز تتجوز عليا؟ مش احسن حاجه غلط. الشرع قال لي طبعا. انا خلاص ما عدتش جاهزه. انا ما كنت بتكلم ولا لا؟ الكلمه في البيت ده. انت ما اسمعش صوتك يا عينة النسوان. اسمع يا سيدي الميتة والنسوان لهم كلمة عن ايه؟ تحية أمكم وتاخدكم خمس كبر. ليه يا رب كده؟ أنا عملت إيه في دنيتي عشان أشيل البلاوي دي؟ ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم. لا يا بنت كنت سكتي. هو بس لبس الصوار. لا ما تضحكيش عليه. سمر بيعمل وحش ومش لاقي حد فيه. لا هو بس خد بقيت حبتين. اتفضل يا رجالي زي بيتكم. السلام عليكم.
بس انت حاجه اقول لك حاجه. انت اللي مجوزهم صغار. انا راجل صغار ولا حاجه. هم من زين. وبعدين اجسام شغلات بدا فيها الكبير. يعني انتوا فين؟ هم صغار. ما فيش حاجه. جوزك يا رب انا جوزك. بقول لك ايه؟ يا انا سامع في نسوان جديده في البلد. نسوان جديده. مش حاجه كونتات. اه كونتات اوكرانيا. اوكرانيا. حاجه الله صراحه. انت راجل جوزك جوزك منين عندنا في البلد؟ غريب ان شاء الله. يلا يا واد التوافق عايز اخش جوه. يلا قبل ما نتخلف في بص يا خلف يا ابني انا عايز افهم بنت فاطمه دي ولا بيسا البنت دي قصه ناقله قوي. يخرب بيت ايه ده مش كده يعني؟ لا مش كده يا حلو. هو دي كده حلوه. هتصلى بينا نزرع على الدار. ايه ده انت بتوحشه؟ اوعى تجيلي. ايه ده؟ ايه ده؟ عيب كده. هو مفيش كده صح. ايه ده بفضي؟ هو مفيش راجل اللي ينط ولا ايه؟ مفيش راجل في الشارع ده؟ من بعيد على الرجاله. معلومة يا ناس ما تغلطوش في الرجاله، احنا طول عمرنا رجاله وهنفضل رجاله. بس بعد زمان ما فيش وقت انتوا خلاص لا طموح الحياه. قال ايه يا اخويا؟ رايحه الشغل، راجعه في بيتي، رايحه تعمل شوبينج. ارحمونا بقى الله يخرب بيوتكم. البنت من دول يتدبك في عينها رصاص ولا بلاش يكون يزعل رصها خير. قال ايه؟ لابساني كمان تتبرع ولابساني ايه؟ كوتش ابيض. ارحمونا بقى ربنا يولع فيكم. خلاص من دول هيدونا في الراحه والجايه ما تقعدوا في حته بقى عشان احنا نتعبنا. ما تقعدوا في الوقت بقى عشان نركز قبل العشاء. ايه مش هنرجع لمامو. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت اللي هتقولي ربنا؟ ايه اللي بتقول انت؟ رجالة انت يا بنت يا نعمار. بنت يا نعمار. بنت يا فاطمه. ايه بنت اللي انت عاملاها؟ قعدت مع خالد السباق فرحانه في الشارع. ايه؟ بس انا العصر انا هجوزك النهارده قبل عندي سفرية عاملة كده من شهر ونص في الجامعة. جامعة ايه؟ ما انت مسيرك البيت وجوزك وعيالك زي اخواتك البنات. بس أنا يا بابا عاوزة أكمل التعليم. يا بنت مالك؟ كمليه بس بالجوز. بس يا بابا. ما بس هي دي الموضوع يعني في جدع كلمني عليه جاي النهارده عشان يبقى فاهم. انت
فاطمه الغالي طبعا كل حاجه بتسكرها. عارفه راح ازاي فاطمه؟ عارفه فين بحبها بتاعت الحسني؟ يا بابا هو راح يتفرج عليه. اتفرج عليه. اه والله شكله مش مصدقني. طب عارفه فين بتاع واحد تاني بتاع احمد حلمي. عارفه يا بابا. بعد واحد تاني يتفرج وراح يتفرج على تامر حسني الرومانسيه دي. يا بنتي ده بيترسى على الرومانسيه ويا انا برضه انسان. ده استاذ خلف ده اسم الشكل سهل هتعدينا. انت يا عمار انت بقى شوف لازم تطلع عشان عليه. يلا يا حبيبتي جاهزة عشان العرس الجاي. خلاص خليكي رئيسي. ماشي نحكي العيال بالمره. ولسه مش عايزين شبهاي. الراجل كلمني في التليفون وطلع على السن هتعدينا. إني ممكن
انا نفسي يطبطب عليا. أقول زوجتي عن 3 أشهر وأسألني تشرب كيف كثيرة ولا لا؟ أنا برضه طبعا إذا كانت الناس تقول الناس في الدواء يقولوا طبعا ماليش اسمع عنك. ما أنت اللي طويل على الباب. بقول لك إيه؟ أنا مش ناقص ندى. خليك على قد الآلة لحد ما أشوفك في سنة ثانية صحيح يعني ساعة الوكيل. شوية خليلة كده. السلام عليكم. خليلة؟ هو مش حاجة كده كده. انا مش فاهمه بابا مستعجل على جوزي كده ليه؟ مستعجل ايه يا بنت؟ انا اتجوزت وانا في الابتدائيه واخواتي اتجوزوا قبل الاعداديه وانتي وعندك 18 سنه عايزه تستني ايه؟ لما تبقى 40 انت بتعايريني؟ يا بنتي انا مش بعايرك انا خايفه عليك. انت عامله تليفون صامت. ايه يا حبيبي؟ ايه؟ في حاجه في الدرس مش فاهماها؟ ليه؟ رميت عيني.
كلامك حلو. ما تصدقش. حساك فعلا هو كلامك ده يوصل. وبعدين خدي عشان يحشوي البيت. طب وبعدين؟ بعد الخطوبة هنعمل ايه؟ طب ازاي؟ فاطمة احنا لازم نسيب بعض. متأكد؟ طب ليه؟ فاطمة فعلا بس انا كده ببرتلك معاك. انا لازم انساكي. كده مفيش امل اروح ان انا هنتجوز. انا بقيت بطلع 12 ساعة وفي الاخر باكل ولا ايه؟ فاطمة فاطمة ما استاهلش. انا ما استاهلكيش اصلا. يلا يلا بتهزر زي كل مرة. يلا يا حبيبي. فاطمة النهارده جوزك قبل 30 سنة من دلوقتي. كده لازم اسيبك لما حد يتكلم عليك. بقالنا سنتين رايحين جايين مع بعض وكل اللي حوالينا عارف حكاياتنا. جاي دلوقتي تفتكروا اللي يتكلموا علينا؟ فاطمة مش عايزك زعلانة مني. أنا عايز أعمل إيه؟ أفرح؟ حاضر يا بنات افرحوا يا بنات. أحمد سابني بعد سنتين قال إن إحنا مش هينفع نكمل مع بعض. فاطمة ما كانش في ايدي حاجة أعملها. اشتغلت شغلانة واثنين وثلاثة وفي الآخر اكتشفت إن أنا محتاج 20 سنة عشان أجيب بس شقة أحطهم. وانت اكتشفت من دول يا بعيد. ايه فاطمة اضحكي. انت بتخزيني على فكرة. انا اللي اقول لك جدع وهيتصرف وراجل. فاطمة ما تشتريش كده. أنا آسف ما كانش في ايدي حاجة أعملها. كنت بشتغل 12 ساعة عشان أقدر أمشي 500 جنيه. يعني أنا لو اشتغلت وحوشت مرتبي كله وما كنتش ما شربتش هحتاج 20 25 شقة عشان أجيب شقة. يعني احتمال تبقى أسعار السوق شوية زادت. بقيت أحوش في الأول. صار ان احنا مسلمين غلط. هو الحساب ده معطل. اسمع ونصيب. ولازم عشان تحسبها صح لازم ما تكونش عايز ولا فاشل. لازم تكون عارف انت عايز ايه وازاي توصل. ضعيف وقليل الحيلة. حياتي طلعت صعبة أوي وكلنا محشورين فيها في فصل واحد. كده تدينا شهادة الوفاة. الحياة لازم تستمر. لازم نخبط فيها ونخبط فيها. أيوة مش 20 25 سنة وهذه الشقة اللي بنحلم بيها وأنا واحد أستنيك تكون الشقة
ومستهجة أحسن من طلاق. الموت أهون عليا من الكلمة دي. طلاق كلمة بتوجع أوي. عمرك ما تعرفي يعني إيه طلاق. كلمة بتخلي الرجالة تسمع بعض والستات تهرب مني. خاف منك على ركبها. طلاق جرب يتخاف منك. هطول الرجالة. ست ما تتعرفش. يا ست طلقني عشان قلبك ما بخلفش. ما هتجيب كل حاجة. ما بخلفش. مش قادرة أوصل لكم ال7 سنين اللي عشتهم وأنا متجوزة معاه. كرهت أخرج بره البيت. كرهت أشوف الناس. كرهت السؤال الغبي اللي بيسألوهولي كل مرة. إيه؟ لسه؟ ما تشدي حيلك يا حبيبتي. سايبة نفسك كده ليه؟ ده العمر بيجري يا حبيبتي. شوفي نفسك. عملت إشاعة ولا تحاليل؟ أقولك جربي الحقن المجهري. أقول لكم أنا بقيت ملموسة بين النسوان. بقيت مش عارفة أعمل إيه. كرهت العيشة وكرهت الناس. كأن قلة الخلفة دي مرض ممكن تأتيكي. أقول لكم على حاجة. ومرة ستات من قرايب حسين جوزي طريق يعني وقاعدين ياكلوا عنه على خطتي. واحدة منهم كانت قاعدة وحاطة ابنها على رجلها. شلت ابنها عنها علشان تعرف تاكل. أخدته على رجلي. راحت باصة لأختها حتة بصة. أختها قامت تجري. شدته من ايدي وخدته وقعدت بيه بعيد. عندها حق. أنا هبلعه. حتى صاحبتي اللي كان معاها عيش وملح حملت بعد سنين طويلة. فرحت أوي وحوشت قرشين عشان أجيب لها هدية للعيد. وسألتها قبل كده بأسبوع وهي كانت عاملة ساعة للشهر الخامس. قلت لها ولد ولا بنت؟ قالت لي معرفش يا حبيبتي ولد ولا بنت مش باين. واحد دلوقتي ما شاء الله عليها ولد وجابت ولد ولله الحمد زي القمر. بس فكرة كدابة. وقالت للناس في ظهري أقول لها ولد عشان تحسدني دي ما بتخلفش. عارفين اللي ما بتخلفش يبقى زي ايه؟ عارفين الأرض بيقول أنا زيها. عارفين الورد الجميل اللي بيتباع في المحلات ومتزين ومتظبط وأكل حلاوة بيموت بعد أسبوع. أنا زي الناس بتبقى صايمة طول النهار صايمة بتبقى عطشانة وجعانة لكن بتصبر عشان عارفة إن آخر النهار على المغرب هتشرب وتاكل. لكن أنا عطشانة مش عارفة هشرب إمتى. انت عارفه لما تضربي رجالك لما كده تعمل عليك انك تستاهلي. انت معاكي مش حاسه بيها. انا بحلم بيها طول النهار وانت مرتاحه بالوحشيه بتضربيهم بالوحشيه دي.
نفسها من بره لقيتها تافهه ما تسواش ثقتي في نفسي اتهزت وثقتي في الناس اتهزت اكتر ولسه ياما هشوف منهم بس عشان ربنا اللي يمسكهم ويطبطب على قلبي عنه بس يا رب يكون الراجل تاني يا رب ابكي على سنين عمري اللي راحت بعتي قلبي يا عم بعتي قلبي بجد انت ايه اللي خلاكي تستحملي كل السنين؟ انت كنتي تصرخي وتقولي للناس كلها تعالى صوت انا سليمه ما فيهاش حاجه زي الفل لقيت في جوزي طبعا هو مستكبر يقول ان هو ملوش في الفكره مش عايز يروح للدكاتره علشان يشوف له علاج انت يا شوشو تبتدي بتقولي ده الست برضه والراجل راجل الست الاصيله هتحاجر على جوزها ما تكشفش زر والست تعشش والراجل بيطفش اهي دي الامثال اللي جايه للستات بره الست تعشش والراجل بيطفش ليه الست هي اللي لازم تستحمل؟ ليه الراجل ما يستحملش هو كمان؟ ليه ما يعشش على بيته ومراته هو كمان؟ ليه الراجل من دول من حقه يتعصب ويخبط ويرزع في البيت؟ وهيبطل يسوق على دي من غير ما يتكلم تسافر وقت الأبد. ليه الراجل من دول لما يجيله دور برد يتجوز ويشتريه ما يقدرش يتحرك والست لو كانت نازله شعبيه تقوم تخدم البيت كله عادي. ليه الراجل لما بيرجع من الشغل يمدد على الكنبه ويفرد كرشه على الكرسي انما الست من الصبح وتودي العيال المدرسه وتذاكر لهم وتعمل الواجب وتاكل وتشرب وتنظف وتغسل مش حتى كلمه الشغل انا مش عارفه هي ليه كده مستعمل بس البيت عمر الراجل ما استعمل الست على فكره هي كل حاجه عن الرجاله والراجل مخلوق ايوه مخلوق والله تعمل كده في نفسها تاخد الكلام سمعته تعمل فيه الست هي اللي بتعمل كده في نفسها لما تنسى انها انسانه ليها بيان ليها حقوق زي اللي عمل عليها واجبات تنسى انها مش في المجتمع الستات اللي غلطانه مش الرجاله بالظبط مهم بقى انا ماشيه والله انا عايزه ابوك المره دي ما تمسكونيش والله انا عايزه وبعدين قولي عشان يحصل لي طب وبعدين بعد الخطوبه هنعمل ايه؟ طب ازاي؟ فاطمة احنا لازم نسيب بعض. فاكر؟ طب ليه؟ فاطمة فعلا بس انا كده ببرتلك معاك. انا لازم انساكي. كده مفيش امل اروح لها هنتجوز. انا بقيت بطلع 12 ساعه وفي الاخر باكل ولا ايه؟ فاطمة ما استاهلش انا ما استاهلكيش اصلا. يلا بقى بتهزر زي كل مره يلا
سنة عشان نجيب بس شقة حطوها. وانت اكتشفت ان دول يا عيني. ايه حكي انت بتخزيني على فكرة. انا لو كنت جدع وهيتصرف وراجل. فاطمة ما تشتريش كده. انا اسف ما كانش في ايدي حاجة اعملها. كنت بشتغل 12 ساعة عشان اقدر انفق 500 جنيه. يا انا واشتغلت وحوشت مرتبي كله وما جبتش مصيرتي. هحتاج 20 25 شقة عشان اجيب شقة. ويا عيني احتمال اسعار السوق شوية زادت. بقيت احوش في الاول. صار ان احنا مسؤولين غلط. هو مش ده الجامعة والطرح. اسمع ونصيب. ولازم عشان تحسبها صح لازم ما تكونش عايز ولا فاشل. لازم تكون عارف انت عايز ايه وازاي توصل. ضعيف وقليل الحيلة. حياتي طلعت صعبة أوي. وكلنا محشورين فيها في فصل واحد. كده تدينا شهادة الوفاة. الحياة لازم تستمر. لازم نخبط فيها ونخبط فيها. أيوة. مش 20 25 سنة وهذه الساعة اللي بنحلم بيها وأنا واحد أستنى. هستناك تكون الشقة كل اللي حلمنا بيه. خبط على البيت عشان أجوزك بنتي. انت يا فاطمه طيب ايوه على حل شعرك كده ولا ايه؟ متقلقش يا بابا. ربطها في يوم. أيوة ربطها. شعري ولا بيلف ولا بيدوب. شعري مش براحته يا بابا. ربطها خناق يا بابا في يوم. ربطها ايه وخناق ايه وفيوم ايه؟ انت اتخبطت في نافوخك ولا ايه؟ ايه؟ سامع؟ يا حبيبتي مناخيري البنت دي ما بقتش عجباني والبنت اللي اسمها حبيبه دي ما اعتبرهاش تاني وصف. ممكن اعرف انت بتضايق مني عليك؟ مش مبدأ عليا مش حاسسها من ساعه ما قابلت البنت دي وانت صغيره. البنت دي بقت واكله دماغك. يا ماما يا حبيبي بصراحه فاطمه اقول معاها حق. من يوم ما عرفت البنت دي بصي بصراحه عمرك ما هتشيل منك الجواب وهتفضل تجيب معاك وراك وراك. وانا فعلا ما كانش حاجه عايزه اعيش البيت اصلا. وصحاب اليوم ده هو خير. انا كانت نفسي ما كرهونيش نفسي اكتر من كده. ده هتزعلي ليه؟ الكلام ده ما ينفعنيش. انت فاهمه الصوت ده يا بهاء؟ استغفر الله العظيم. اربع كبر ربنا يسامحني. معلش يا حبيبتي معلش يا رحمه معلش انت ازاي دلوقتي تقولي معلش؟ بصراحه من ساعه ما انت عرفتي صاحبتك اللي اسمها حبيبه دي بصراحه وضعك مش مظبوط وده يعني صراحه طريقه مش حلوه. وانت مسلمه مصففه جميله ايه بقى اللي شافتك هناك؟ راجل كده مش شديد.
بص لما نستعمل فرح اسبوع تقول ماشي تيجي على سنة 10 وتروحي تقلي مناسبة الخير تروحي للعروسة على الفرح روحي للعروسة اتصوري جنبها بطلها حتى لو ما تعرفيش الزبون امسكي في الواد وغنيه على يدخل واحد عمري ما شفت فيه حياتي جاي هو معاه شويه الا انا والله. ما تجيش على صحتها وعلى حرقة دمها يعني. ايوه يا بنت عندك حق. هي الست لازم تشوف نفسها وتدلع نفسها. لو ما كنتش انت
دلعني مين هيدلعني؟ لو فكرت انت هتدلعني. بس انا كنت باين كنت تديني الكلام ده من زمان. ايه ده؟ كفايه يا حبيبتي، كفايه الهم والقرف اللي احنا شايفينه. هوبا انا عايزه واحد اتدلع بالفوقه احمر اسود. ايه؟ انا مش ايه؟ ما عارفه ايه؟ ده بتتكلم يا سلام، يعني الست من دول واحده كاسين واحده كده هتطلع على مش كده؟ ممكن تمشي على الحيط. لا بص بقى اللي هو انا بسميه كملي يا كملي كده انت تسمع الراجل ويا عيني تتصور واول يا عيني يجي في الشغل تعبان ولا كان يسيبها وتدخل ينام. يا عيني على عارفه يا بنتي انت مش عيله صغيره؟ جوزوني وانا صغيره مش فاهمه محدش فاهمني عن الولاد. اهو فرح وفستان ابيض وزغاريد وناس جايه ترقص وناس جايه تاكل. دي الاول كنت مبسوطه قوي بالدنيا ولادي وفساتين وحاجات بس شهر انا سنه مش لازم احسن بالي اشتغل سنه كده 4 مليون. ساعتها حسيت اني نفسيه عايزه بس ايه حتى وهو هناك بعيد كل حاجه ممنوع. ممنوع تخرجي، ممنوع تقفي في البلكونه، ممنوع تروحي لاهلك، ممنوع تتفرجي على التلفزيون لوحدك. كنت في الاول فرحانه قوي بالمجموعات دي على اساس يعني انه بيحبني وبيغير عليا وكده. بس مع الوقت بس انا كنت واحد مستني اروح للبيت اتروق واتشيك اتفرج على نفسي. هو اتجوزني علشان واحد يتحكم فيا وهو في اخر الدنيا. عارفين انا كنت بحسب اي ست من غير عشان اعمل كل اللي انا نفسي فيه من غير ما حد يتحكم فيا. كل كده وانا عامله باخد اتوجع ولما علي عمل حادثه هناك ومات انا زعلت عيطت. هو انا بعيط اللي كان بيحبني خلاص راح ما بقاش. من ساعتها بقيت اعمل كل اللي نفسي محدش له حكم عليا، ما بقاش يهمني كلام حد. المهم ادلع نفسي ممكن نعتذر فنانين، ممكن نعتذر منهم. بقيت خلاص بعمل كل الممنوعات اللي في المحرومه.
ايه؟ واجري وراهم دم عشان تاكلوا الاكل. ده غير التنظيم والترويج، ده غير الواجب والمذاكره، ده غير بقى المناخ ده ووضع الاكل عشان العيال تعمل الواجب والمذاكره اساسا. واخر اليوم ببدأهم في اخر البيت كده في قلب حته. ها ولا خدوا بقى التقيله دي بقى، قليل جوز يبصبص لي اللي رايحه ويبصبص لي اللي جايه. قال ايه؟ بحب ان انا شعري مكتوب ورقبتي طويل. عندي حق. حسبي الله ونعم الوكيل. ووفقكم بالله. كل الناس اتخانقوا عني وغيروا مني، يجيبوا العيشه والعشره والعيش والملح. بقيت ابص على الدنيا من بره لقيتها تافهه قوي، ما تسواش. الله بقوا يقولوا يا انسان كتير. لا مش ايه، كله من الصحابات والصحابات. اللي عايز يتجوزني يقعد فيه ويخليني جوه صحتي ويقول لي اصل مراتي فيها وعليها. يا اخويا معلش ربنا يصلح الاحوال، استهدى بالله. محدش يخرب بيته بيه. 1 2 4 يقول لي انا مش جاي يعني عشان الجواز، لا انا جاي عشان محتاج واحده تخدمني انا وعيالي. شوف طلباتي. كل دول كانوا بيسالوا عليا مين؟ جارتي كانت بتطوع وتقول لهم دي ما بتخلفش. وطبعا في نقطه بالنسبه للأجيرات زي ما قالت فاطمه، الجاريه اللي عاوزه تشبع تجوزها بالجمهور او الفرخله او الارمل اللي عايز واحده ما بتخلفش عشان تخدمه هو وعياله وهو وابوه. واخيرا واحد قال وشي احمدي ربنا ان حد لقاني حد يتجوزك. انتي ما بتخلفيش، كل الناس عارفه انك ما بتخلفيش، وعديتي 30 ولا هشيلكي راجل يعبرك. احمدي ربنا انت فاكره نفسك ست. انت خلي بالك يخرب بيتك يا خاطر. بقول لك ايه يا بنت، كفايه كلامنا كفايه كلامك كله. لا خلاص يعني نوع حلو كده ولا منكد؟ هنشوف. يا بنتي يا ورده، انت البرنسيسه يا بنت، يا برنسيسه يا برنسيسه يا برنسيسه كده. انا مش لازم اي بحب الشعر شوية. بحبهاش قوي.
ودول بس بلاوي كتير والجوازة قوي وبالطاعة الكف والسر اللي بتشوفوا البنت بتجوزها وبتعلمها. انت يا فاطمه كلامي ده اللي هتقوليه يا بنت يا فاطمه. زعلان من كلامي يا بابا ومش زعلان من ده الحقيقه والواقع اللي عايشين فيه. والله وقعت في صورك يا فاطمه يا بنت عبد الحميد 100 سنه والله عالي يا عماد. هي دي البنت اللي انا قلت لك تربيها بعد ما تكون امك يا سيدي ما ربيتي. ايه يا عزت؟ ايه يا شوش؟ تربيه سهله يا شوش. ايوه صح ما هي تربيه مرة. وانت فين بيتك يا بابا؟ بيتي؟ بيتها ايه يا جريمه اللي بايت؟ ما تشدش انت بيتي. انت وسطها الله يرحمه. ليه سبتني؟ ليه يا بابا ليه؟ سبتوك عشان اتجوز واجيب الولد. وجبته؟ لا جوز تاني والتالت حتى مش بالولد. وادي اللي بيسند الظهر يرفع راسي وسط اهل الناجع كلها كيف شواش الناس. مسكت الناجع يا اخوان وجبت اسكندريه دي بعد امك ما خليت ابن عمها وبعدها عايز حشي شوشو البلكون دي ورد غلط بيقولوا لي يا ابو البنات ما بقيتش عارف ارفع راسي وسط بقوا يعيروني شايف البنات حتى شويه طمعوا في ارض عشان يشوفوا البنات. ما هي البنات ما بتورثش ارض. البنات ياخدوا فلوس وبس ده يسيبوا بنات. الارض علم الارض للرجال. فهمت يا ست البنات؟ انا كان بدي واد فين؟ بدي واد يشيل الارض ويحمي العرض. بدي واد يورث ارضي وارض ابوي وارض جدي. بدي واد يشيل كفن يا فاطمه يقف في وسط عزايا وسط الرجاله راجل يا فاطمه. بدي واد يا خالتي بدي واد. ايه يا بابا؟ حتى انت كمان عايزك تلعب عبارة فيهم. يوم بتتواجد. يوم كانت سلتك. متفكرش لك. يا مش بنات. حتى انت اول صعب. وسط مجتمع جاهلي مجتمع شايف ان البنت عار لاهلها التخلف هو سر اليوم.
الخير يا جماعه، اتمنى يكون العرض عجبكم. العرض ده من اخراج الاستاذ بهجت نسيم. يمكن اكون انا اكتر واحد عارف مين اللي بذل مجهود. طبعا استاذ ابو زاهر، استاذ التمثيل الاسكندريه، والراجل بكل تواضع يعني كل حاجه عملها، فاشكرك شكر خاص. النهارده ظهر على المسرح او في الكواليس رجاله لاول مره، وطبعا هو دلوقتي بقى استاذ بالرغم ان هو ابني، بس دلوقتي بقى استاذ، ان انا اسلمه خشبه المسرح، مدير للخشبه، وانا هقعد تحت، فاشكره. مش هقول ابني، هقول استاذ فادي بقى. طبعا اشكر الاستاذه ماركو مجدي اللي عملت الفلاش. طبعا اشكر الاخ هاني ديكوريست المسرح هنا، واشكر الاستاذ ابو غنيم، واشكر كل الرجاله اللي موجوده في تياترو النيل، وعلى راسهم طبعا استاذنا مصطفى سالم والاستاذه الفنانه بدريه طوبه، وطبعا الاستاذ اسلام صلاح. طبعا بشكر القائمين على مؤسسة المدير لتنمية المهارات والقدرات، الأستاذة كريستينا مجدي أمين الصندوق اللي بتدعمنا باستمرار، وفي ملك تقريبا خدمت في المؤسسة وخدمت في المسرح هنا، يعني هي اللي بتعمل كل حاجة. طبعا بشكر الأستاذة برضه اللي هي قامت بالمكياج، لكن هي عضو مجلس الإدارة، تتفضل معانا. اتفضلي. وطبعا اشكر الغائب الحاضر النهارده الاستاذ محمد ماهر، سكرتير عام المؤسسه، هو حصل في هذا الوقت. وطبعا معانا الاستاذ فريد جمال نائب رئيس مجلس الاداره، اتفضل. طبعا اخيرا اشكركم، ونتمنى نشوفكم تاني، وتتابعوا معانا مؤسسه المدير. شكرا ليكم.